اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صباح السعادة وصباح الهنا وصباح الرضا وصباحكم معطر بذكر الله حبيباتي. النهاردة يا ولاد عندنا فيديو يعني خبيز، شوية عيش يتاكلوا حاف بمعنى الكلمة. الف هنا وشفا على كل اللي كان منهم لقمة. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نسمي الله ونصلي على رسول الله وندعي لاخواتنا في فلسطين وسوريا والسودان ولبنان، ربنا يا رب ينصرهم نصر عزيز مقتدر ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم، اللهم امين يا رب العالمين، ويحفظهم من كل شر. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين في شتى بقاع الارض، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى يا حبايبي هنخبز شويه عيش كده زي ما انتم شايفين في الفرن الفلاحي. والله العظيم انا كنت رايحه، ده كان يوم الجمعه، ده روتين يوم الجمعه، وانا عندنا انتوا عارفين الفرن الفلاحي ده في بيتنا، في بيت ماما يعني. فانا كنت رايحه والنيه لله ان انا مش هخبز في الفرن الطين، كنت هنخبز في الفرن الغاز وخلاص، بس للاسف ما لقيتش انبوبه. فقلنا يلا توكلنا على الله ندبق شويه وقيد كده. الوقيد ده اللي هو اللي احنا بنولع بيه الفرن، سواء كان قش بقى بتاع جريد نخل، عزكم الله، الجله اللي احنا بنعملها، ايا كان. بس بسم الله ما شاء الله شوية عيش والله العظيم كانوا قرفتهم زي العسل. ده كان اخر الدقيق اللي عندنا، يعني لسه بقى ان شاء الله باذن الله نجهز الطحين مع بعض ونطحن شكارة غلة جديدة علشان خاطر نخبز منها. عايزه اقول لكم ان انا في اليوم ده كنت تعبانه جدا جدا جدا، كان عندي دور برد ورقبتي يعني حاسه انها مش عارفه احركها لا يمين ولا شمال. وبقى عشان يعني شايفين قاعده اصلا قدام الفرن ازاي، دي مش القعده بتاعتي قدام الفرن، انا بقعد قدام الفرن بجنب، انما المره دي انا كنت قاعده في وش الفرن كده علشان خاطر اشوف ايه اللي في الفرن جوه. طبعا انتوا عارفين ان اخواتي يعني مش بيعرفوا يخبزوا قوي، انا اللي بخبز العيش. بس شايفين العيش عامل ازاي؟ ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يا ريت كان منهم طشتين 2 عجين والواحد كان خبزه. العيش كان يفتح النفس ومساعد قوي قوي على الخبيز، وطالع بسم الله ما شاء الله زي البنور كده زي ما انتوا شايفين قدامكم. طبعا ما شاء الله العيله كلها كانت موجوده، كبارا وصغارا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وحتى كمان الجيران كانوا معانا، وكلهم مترقفين بحالتي علشان خاطر انا كنت تعبانه وكده، وعمالين يقولوا لي قومي قومي عشان نخبز مكانك. بس انا ما رضيتش اقوم بصراحه، قلت لهم لا، ربنا هيعيني ويقويني، وعشان خاطر انا ما بحبش اقعد، ما بحبش الرقده، ربنا يا رب يكفينا شر الرقده وشر العيا، اللهم امين يا رب العالمين. فقعدت اقاوح مع نفسي كده وواحده واحده، وهم بصراحه يعني كانوا داعمين وكانوا بيشجعوني. شايفين اصلا انا لما باجي الف اجيب حاجه بلف بجسمي كله، مش بلف برقبتي بس، لا بجسمي كله. في بقى اللي عمال يتنمر عليا، وفيه اللي قاعد بقى عمال يدعي لي ربنا يشفيني ويحوش عنا، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يا رب يعافينا ويعفو عنا ويشفي كل مريض من مرضه يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. في موضوع كنت حابه اتكلم معاكم فيه. امبارح وانا في اللايف، في اخت عزيزه عليا سالتني وبتقولي هي عندها 37 سنه، بس انا عايزه تتجاوبوا معايا كده في الكومنتات وتقولوا لي ارائكم وتنصحوها بايه. يعني هي طلبت رايي وانا قلت لها في اللايف، انتوا بقى عايزاكوا يعني تشوفوا رأيي صح ولا غلط وتكتبوا لي في الكومنتات، يعني لو عندكم آراء تانية ولا حاجة، علشان خاطر قالت هقرا الكومنتات اللهم صل على النبي، وهتشوف الانسب ليها، وربنا يا رب يصلح حالها وييسر لها امورها ويكتب لها الخير، اللهم امين يا رب العالمين. بتقول ان هي عندها 37 سنة ومتقدم لها حد، يعني عريس يعني، بس عنده 40 سنة وكمان معاه 6 أطفال، يعني وزوجته متوفية، وهو حب بقى يعني تقدم لها علشان خاطر تساعد معاه على تربية ولاده وكده يعني. فهي بتقول هي خايفة جدا جدا وخايفة من تحمل المسؤولية، وبتقول كمان هو ماديا مش يعني حالته المادية ما هوش غني وما هوش مبسوط، فخايفة من حاجة زي كده برضه. فبتقول لي تنصحيني اعمل ايه؟ خايفة جدا من تربية الولاد، خايفة من ان انا احمل مسؤولية 6 اطفال بحالهم. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. انا قلت لها ان
طالما هو انسان محترم وعلى دين وعلى خلق، مش ايه يعني مع 6 اطفال. هما بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك له فيهم ويحفظهم. هما يعني هو ما شاء الله. بس انت يعني انت تخيلي نفسك كده مكانهم، مكان امهم، وعامليهم معاملة امهم، وحبيهم وهم هيحبوك ان شاء الله باذن الله. مش هتحسي اصلا ان هم مش ولادك انت. يعني لو كان ربنا، لو كنت اتجوزتي مثلا وانت في سن العشرينات وربنا رزقك ب6 اطفال، كنت هتقولي لا انا مش قد المسؤوليه؟ ولو كان والدهم حالته متعثره شويه، هتقولي لا انا مش قد المسؤوليه؟ قلت لها لا، يعني استخيري ربنا كده، وان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لك الخير. وخديهم بنيه انك انت يعني تحافظي عليهم، بدل ما يقعوا في حد تاني، في زوجة اب تكون يعني ما هياش حنينه، ما هياش رحيمه، ما هياش عندها قلب ان هي يعني تضيعهم. بالمختصر المفيد تضيعهم. انت طالما ربنا حاطط الرحمه في قلبك وانسانه كويسه، اقبلي وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك. وخدوهم فقراء يغنيهم ربنا. هي مش من مصر على فكره، فانا قلت لها عندنا في مصر بيقول لك ايه، خدوهم فقراء يغنيكم ربنا. جايز ان شاء يعني جايز ربنا كان عاين لك الستر، كان عاين لك فرحه كبيره، كان عاين لك رضا، كان عاين لك حظ كبير من الدنيا، بحيث ان انت ما اتجوزتيش لحد السن ده علشان هو ده نصيبك وهو ده قدرك. جايز لو كنت اتجوزتي من وانت صغيره مثلا، ما كنتيش مثلا خلفت اطفال وكنت تقولي يا رب ارزقني بضافر عيل. جايز هو ده حظك من الدنيا اللي ربنا عينهولك بعد 37 سنه، وتكملي معاهم حياتك. يعني بص، هما جولك كده على طبق من ذهب. انت ما كنتيش بقالك 37 سنه. وانا باكد على الموضوع ده. انا حاسه انا من جوايا مرتاحه للموضوع، والله العظيم بامانه. من اول ما بدات تتكلمي معايا في المشكله وانا حاسه براحه نفسيه في الموضوع. وانا عايزه اقولك ان انا احساسي ما بيكدبش. فانتي حاولي تراضيهم، حاولي تكوني ام تانية ليهم، ام بمعنى الكلمه. يعني تتحملي غضبهم، تتحملي لعبهم، تتحملي فرحهم، تتحمليهم في كل حالاتهم. ربنا بإذن الله هيسعدك دنيا وآخرة، وهتبقي كسبتي دنيتك وكسبتي آخرتك في تربية الأيتام دول والحفاظ عليهم. وإنك انتي تكوني سند يعني للشخص ده لو كان لك نصيب معاه، تكوني سند لجوزك وتساعديه في تربية الأطفال دي. فاحتسبيها عند ربنا وشوفي عوض ربنا هيبقى شكله ايه. والله العظيم والله العظيم انا متفائله خير بالحكايه ديت، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكتب لك فيها خير من يعني من اوسع ابوابه، وربنا هيرضيك ان شاء الله باذن الله. اتمنى يكون الكومنت بتاعي او ردي على المشكله وصل لكم، وقولوا لي انا صح ولا انا غلط، وقولوا لها رايكم كمان في الكومنتات. ربنا يا رب يسعد قلوبكم ويكبر خاطرنا وخاطركم، اللهم امين يا رب العالمين. يعني انا بصراحه بيصعب عليا قوي الاطفال، سواء اللي بيبقوا اهاليهم ابوهم وامهم مطلقين، او اللي بتبقى ارمله مثلا، او اللي بيبقى ارمل ومعاه اولاد بيتبهدلوا. وانا بيصعب عليا قوي الاولاد. فربنا يا رب يحنن قلبك عليهم ويكتب لك الخير ويكتب لك نصيب في الجوازه ديت. وان شاء الله مش هنقول ولو، لان لو دي مش من الشيطان. باذن الله ربنا هيسعدك دنيا واخره. وخدي من ام ايه الكلام واعملي بيه وشوفي ربنا هيرضيكي وهيكرمك ازاي. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا ييسر امورنا جميعا يا رب. هنا بقى يا حبايبي، شو شايفين انا على ما خلصت خبيث بامانه ما كنتش قادره، فصلت بقى ومش قادره اتحرك نهائي. واللهم صل على النبي. بس شايفين العيش طالع عامل ازاي؟ احنا عندنا العيش الفلاحي ده يا جماعه، عشان اللي طلب مني مقاديره قبل كده، احنا بنجيب الدقيق بنطحنه. يعني القمح بنجيبه من الغيط، سواء اللي في ناس بتغسل القمح، وفي ناس بتنسفه كده بالغربال وتنضفه كويس وتاخده تطحنه وتجيبوا الدقيق بنخلي العجينه بتاعته، بنحط عليه خميره وميه وشويه ملح وشويه سكر، مش اكتر من كده. وبنعجنه وبنخلي العجينه بتاعته يعني سايله شويه، ما بيبقاش جابس قوي، لا بتبقى سايله. العجينه بتاعته بتبقى سايله.
وبعدين بتسيبيه يخمر، بتغطيه في مكان دافي وتغطيه وتسيبيه يخمر. وبعد كده بتجيب المطاولات اللي هي الخشب اللي قدامي دي اللي فيها رده دي، وبتملي بتحطي فيها ترشيها رده كده من الارضيه بتاعتها، تخليها مش سمكها كبير يعني، وتقرصي او تقطعي عليها العجين حسب بقى انت بتحبي العيش كبير او صغير. وبتسيبيه يعني بتقرصي احنا مثلا هنا عملنا ايه 6 مطاولات، احنا قرصنا 6 مطاولات علشان خاطر العيش يبقى رافع كده، وزي ما انتم شايفين مورد، والنقطه بتاعته ايه حلوه كده، اللي هي النقط الحمراء اللي فيه دي بتبقى لونها جميل كده. وبتسيبيه يرفع، وبعد كده بتروحي تولعي الفرن بقى وتقعدي ايه تخبزي، واحده تناولك من على المطارح وترحلك على المطرحه الصغيره، وتناولك على المطرحه اللي انت بتخبزي عليها، وانت بتفرديه شويه، لا ترققيه قوي ولا تخليه تخين، يعني في الوسط كده، والقانون حلو زي ما انتم بتشوفوني بعمل كده. والفرن يكون حامي، العيش الطري بيحب الفرن يكون حامي علشان ما ينشفش منك ويصمل في الفرن، يعني يبقى زي العيش المكدد كده اهو. وبترميه في الفرن بكل سهوله وبساطه، تاكلي احلى عيش. عندك بقى بتنجانتين كده رومي تحطوهم يتشووا، بصلتين تحطوهم يتشووا، شويه بطاطا برضو تحطوهم في الفرن بعد الخبيز، بيبقى يعني شويه شغل لوز اللوز. ونخلص من هنا ونعمل الفطار بتاعنا ونتغدى، وكان الله ونفطر، وكان الله بالسر عليه. احلى يوم واحلى لمه واحلى قعده، وكلنا كده قاعدين قدام الفرن مبسوطين، وكل اللي عنده كلمه بيقولها، وبنضحك مع بعض ومبسوطين باللمه. اللمه والعيله دي عزوه مفيش بعد كده يعني انا عن نفسي لمتنا تسوى الدنيا بالنسبه لي. يا رب دايما كده في زياده، ودايما ملمومين حوالين بعض وساندين بعض بعد ربنا، ويديم علينا الخير، ويكتب لنا سعة الرزق، اللهم امين يا رب العالمين، وتكتب لنا الستر والصحة. عايزاكم تقولوا لي بقى رايكم في العيش الجميل ده، وقولوا بألف هنا وشفا على قلبكم يا ام آية. وده يا حبايبي كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده، اتمنى ان هو يعجبكم وينور رضاكم. ده بناء على طلب كل اخواتي اللي في الدول العربيه اللي قالوا عايزين العيش الفلاحي، ادينا عملته لكم اهوت. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. الفيديو بتاعي كده حبايبي خلص معاكم، اتمنى ان هو يعجبكم وينور رضاكم، وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات. بحبكم في الله، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. سيبكم في رعايه الله.